اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات فرق نقطة. عارف ان احنا بقالنا فترة يعني مقاطعينكم ومنزلش حاجة، بس والله يعني كان عندنا مشاكل، واحد بيمتحن وانا بمتحن والتالت بيمتحن، الدنيا كانت صعبة خالص. استغلنا الفرصة دي ان احنا نتفرج على الكورة بقى عموما في العالم كله، سواء في اسبانيا شفنا برشلونة بتكسب السوبر، حاجات كتير شفناها. بس وطبعا اكتر حاجة استمتعنا بيها هو جروب سياح وكورة. الواحد حمد ربنا انه ما وصلش للشهرة دي، عشان كان زمان في بلاوي ظهرت. الحمد لله رجعنا، وهنصور النهاردة حلقة ملخص للجولة، وهيبقى في حلقة فانتسي برضو هتنزل يعني ان شاء الله اول قبل الجولة بيوم او حاجة، فما تقلقوش خلاص، ان شاء الله نفضل ماشيين وما نقطعش تاني. فبس بدون كلام كتير خلونا نخش في الجولة ال 24 ونبدأ بأول ماتش معانا ليفربول بورنموث. قبل ما نبدأ يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، والحلقة متقسمة لو حد عايز يروح لجزء معين في الحلقة. فيلا بينا نبدأ. ماتش ليفربول بورنموث، يعني الماتش واحد جاي من 18 ماتش ستريك ما خسرش ولا ماتش، واحد جاي من 11. الماتش كان صعب، يعني الناس ممكن تشوف النتيجة تخدعها شوية ان بورنموث كانت تعبانة، ولكن بورنموث عملت ماتش كويس جدا. وانا بشوف ان لولا أليسون في الماتش ده كان زمان بورنموث كسبانه 3 عادي، يعني شال كذا كوره مهمه. فيعني الحمد لله الماتش مشي كويس، في انك في اول 30 دقيقه في ماتش صعب زي ده يجيلك ضربه جزاء. هي طبعا ضربه جزاء اي كلام، فضربه جزاء اي كلام بتتحسب، بتساعدك انك تخش في الماتش، وبرضه بتصعب الامور شويه على بورنموث، وخصوصا ان كمان الدفاع كان فايق هو واليسون، وان اليسون يبقى فايق فالماتش بيبقى حلو، يعني ما بتبقاش قلقان قوي ان انت يخش فيك جون عبيط زي ما بيخش في العادي. لا، لما اليسون بيفوق الماتش بيختلف يعني. فبيخش صلاح بيسجل الهدف العشرين ليه في الدوري. بعدها بورنموث برضه شفناها راحت بكذا كوره. سيمينيو اللي كان يعني مشقلب الدنيا في الماتش، في كوره شاطها بشماله في العارضه كده في الدقيقه، كانت خطيره جدا، كانت ممكن تخش. ارنولد ما كانش احسن حاجه، ولكن يعني تقدر تقول ان ده اكتر ماتش هو كان فايق فيه من بعد ماتش اليونايتد بالنسبه لي. يعني بيبدا الشوط الثاني نفس الكلام، بورنموث ماسكه الكوره، بتروح كذا كوره خطيره، وشفناهم مع نزول تريفانيه الماتش اتقلب خالص ليهم. الراجل اول ما نزل استلم كوره اعدل على الشمال بتشوط، يروح في العارضه، الحمد لله خبط في العارضه، تيجي لكلويفرت يصطاد حمام من فوق، وده كويس جدا. نفس الحركه دي عملها في ماتش السيتي واخدوا الدوري تقريبا، فدي علامه مميزه يعني. بعديها بنشوف اصابه ارنولد، والاصابه يعني يقال ان هي مش طويله قوي، ممكن ايام مش اسابيع، مش هتطول قوي، فده خبر كويس. والماتش الجاي في توتنهام كمان، غالبا مش هشارك الماتش ده، بس ممكن يشارك في الماتش اللي هو يوم 12 قدام ايفرتون. في الاخر ليفربول بيقدر يستغل الفرصه، بتيجي للمنقذ صلاح اللي بيحطها باسهل ما يكون. الفينيس بتاعته اللي احنا عارفينها، يعني جون كويس جدا وفي وقت مهم جدا، وبيثبت ان صلاح لا لسه، وممكن عادي يكمل سنه او اتنين كمان. مش عارف بقى موضوع التجديد ده اخرتها ايه الصراحه، بس يعني هنشوف. في اخر الماتش بيخلص فوز لليفربول، وده كان بالنسبه لي من اصعب ماتشات الشهر لليفربول، فانه يخلص كده دي علامه كويسه جدا، وبيحطك في حته كويسه جدا في الدوري. مانشستر يونايتد كريستال بالاس، الماتش بيبدا بفكره جديده لاموريم، ان ماينو هو اللي يلعب سترايكر، وكان بدري بدري ممكن يكسب الرهان دي، ان هو كان شاط كوره كانت ممكن تخش جون بس خبطت في العارضه، فيعني حظهم وحش بصراحه. بس لو هنتكلم عن التريكه، فالتريكه كانت في نص الملعب، وان الفكره ان اللعيبه كمان كان في لا مركزيه كبيره جدا بين اماد ديالو وماينو وكمان مزراوي. كنا ساعات بنشوف مزراوي هو سترايكر، واماد ديالو هو اللي ماسك الطرف وواقف على ناحيه الطرف كده، وماينو تحتيهم شويه، وهكذا ساعدتهم في بناء اللعب، وكان شكلهم كويس في نص الملعب. فاليونايتد لما بيمسك الكوره بيبقى شكله زي ما هو ظاهر قدامكم كده. برونو كان بيسقط جنب ماجواير بحيث ان هو يستلم الكوره ويبدا يوزع اللعب بشكل كويس، وليساندرو كالعاده بيبقى ناحيه الشمال، ويورو ناحيه اليمين. قدامهم بيبقى اوجارتي كمحور دفاعي، هو الوحيد تقريبا اللي يعني عنده القدره انه يقطع الكوره ويطلع بيها شويه، بس ان يعني الراجل بيتساب لوحده احيانا كتير. الناحيه التانية بيبقى مزراوي ودالو ناحيه الشمال، قدامهم جرناتشو وديالو، وطبعا ماينو سترايكر. وزي ما اتكلمنا ان بيبقى فيه لا مركزيه كبيره بين مزراوي وديالو وماينو، بحيث ان هم كذا مره بيعملوا شيفت كده ان هم يغيروا مراكزهم، ديالو يروح يمين او مزراوي يطلع سترايكر وهكذا. فاليونايتد كان شكله حلو، شاطوا 10 كور، جالهم 6 كورنرات، 4 منهم ورا بعض،
فواضح انه كانوا ضاغطين وكان شكلهم كويس فعلا. على الناحيه التانية بقى كريستال بالاس يعني بيلعبوا اللعب المباشر الطبيعي بتاع اي فرقه في انجلترا. فاللعب الطبيعي الكور عاليه، ماتيتا يستلمها يريحها لاي حد جايبها قدامه، صار او ايا كان مين. يعني كريستال بالاس بطريقه لعبهم دي شاطوا 7 كور بس، ولكن هم كانوا الاخطر وكانوا ممكن يسجلوا في الشوط الاول بس كان حظهم وحش. فمع بدايه الشوط الثاني بيبقى في شلل اكتر في حركه اليونايتد. كريستال بالاس بتقدر تستغل الموقف وبيسجلوا جون. يعني جوان فيليب ماتيتا بيسجل اول اهدافه قدام اليونايتد. بعد كده الماتش بيمشي، اليونايتد بتحاول تروح، برونو ضيع كوره. كان برضو يعني قبل ما يعملوا التغييرات اخطر فرص اليونايتد هي الكوره اللي برونو ريحها لديالو وقام شايطها بشماله في السماء. يعني غير كده اليونايتد كان عادي جدا. حتى مع نزول التغييرات سواء بخروج اوجارتي او جرناتشو او ماينو، انا صراحه استغربت خروج جرناتشو. يعني انا قلت هو هيسيبه لان هو محتاج يزود المهاجمين ويلعب اكتر قدام، ولكن هو يعتبر عمل يعني تغيير مركز بمركز، مفيش اي حاجه. في الاخر كريستال بالاس بتستغل تقدم مانشستر يونايتد وهجمه مرتده، مونوز بيروح انفراد بيلعبها الماتيتا بيخلصها سهله جدا، الماتش بيخلص لكريستال بالاس 2-0. اليونايتد لسه عنده مشاكل في الدوري، حاله مش كويس، ولسه اعتقد في اليوروبا ليج ممكن يبقى شكلهم احسن. نروح للماتش المفاجاه، ماتش يعني قمه من طرف واحد، ارسنال ومانشستر سيتي. البدايه طبعا يعني مانشستر سيتي الماتش اللي فات قدام تشيلسي الواد خوسانوف غلط غلطه وقلنا معلش واد جديد ومش عارف ايه وخلاص. اكانجي الماتش ده عمل واحده برضو انا مش فاهمها. في اول دقيقتين اكانجي بيعبط كده في الكوره، تروسرد بيضغط عليه، الكوره بتتقطع 5-على-5 سهله جدا. كاي هافرتز بيباصي لاوديجارد، جون اول. واللي ضايقني ان اوديجارد اللي جابه، والله انا ما عنديش مشكله ان هم جابوا جون بس اوديجارد يجيبه، دي اللي كانت غريبه جدا بالنسبه لي. فيعني كانت بدايه غريبة، بداية تحس ان السيتي مش مركز فيها، وقد كان فعلا السيتي ما ظهرش خالص. ارسنال مسكت الماتش كله بالطول والعرض، سيطرة كاملة. حتى لما السيتي جابوا جول مفيش خالص برضو عادي. يعني الجون تحسه جيب الغلط كده، اللي هو هالاند طلع عمل ارتقاء يعني هو الجون تحسه حاجة كده ايه فردية من سافينيو، عرضية جميلة جدا، وهالاند اللي هو غفل سليبة وراح جاب الجون وخلاص. فالشوط الاول كله كان يعني ارسنال خلاص ماسكة الكرة والسيتي بتحاول. شفنا كورنر مرموش لعبه، يعني والله مرموش انا مش عارف انت عملت في نفسك كده ليه؟ راح في اوسخ فترة لاقوى فريق في اوروبا، هو رايح في الفترة الأوسخ ليهم، والمفروض بقى إنه يظهر ويتكيف مع الفريق ويبقى جامد. شفناه في كذا مرة ما كانش ظاهر قوي بسبب طريقة اللعب، يمكن لسه مش فاهم قوي الدنيا، بس مع ذلك هو ظاهر شوية. يعني أنا بحسه لو هالاند ده ريح سيكا ممكن مرموش يبقى احسن بكتير. نروح الشوط الثاني، ارسنال بتكمل في السيطره بس السيتي بتقدر تستغل جول. يعني هالاند بيجيب واحده حلوه كده بعد ما غفل سليبه، ويعني جوان هالاند الطبيعيه، ارتقاء عالمي وفينش سهل جدا. بعد كده بقى خلاص ارسنال تعالى بقى، تعال انا بقى فاكر لك كل القديم وفاكر لك ماتش الذهاب وطرد تروسرد، هطلعوا عليك الماتش ده. يعني مش عارف مش عارف اقول ايه والله. يعني 5 مفاجاه. يعني ارسنال بقى لها كذا سنه اصلا بنقول ما بتكسبش السيتي وبيكسبوهم بالعافيه وما عرفوش يكسبوهم في الدوري وبيلعبوا 4-3. الماتش ده بعيدا عن ان هم لعبوا حلو جدا، هي الفرقه نازله مشحونه قوي من السيتي ومن هالاند من هالاند شخصيا. يعني فكره ان هو اتريق الماتش اللي فات على ارتيتا واتريق على سكيلي اللي جاب جول عالمي الماتش ده، جول حلو قوي، خصوصا انه باك شمال، حتى ده مش ده مركزه الطبيعي، ده اللي بيقال. يعني عايزين بس نتكلم عن الجون الثاني اللي ارسنال جابته على طول. يعني ما لحقناش، السيتي اتعادلت هوب الثاني بارتي. هو جون ستونز كان بيعمل ايه في الكوره دي؟ هو عمال يرجع، هو مش ده حتى ما رجعش، ده فضل واقف والواد خلاص هيشوط بيعمر ولا ضغط ومفيش حد تمسكه ورا. يعني هو خلاص كانوا 3-على-3، الواد في وشك والاتنين التانيين ماسكينهم، انت بقى واقف ايه؟ هتعمل ايه؟ هتشوط؟ هتباصي؟ ما تخش يا ابني اضغط. يا جون ستونز النهارده بيصور بارتي، صوره في الاخر الكره ديفليكشن منه ويخش جون ملوش اي لازمه في الماتش. نروح بقى لكاي هافرتز اللي هو اصلا يعني سبب الجون الاول والسبب ان الماتش يفضل واحد بس في الشوط الاول. يعني عارف انت الشوط الاول هو كان قدامه فرصه يجيب الثاني بس قال لك لا اسجل والمرمى خالي، بس مع ذلك الراجل يعني بيجيب الرابع واضح ان هو بس في الاخر الراجل بيجيب الهدف الرابع وخلاص. يعني الماتش بيروح لناحيه واحده
خالص. الجون الاخير 36 باصه قبل الجون ما يخش، نوانييري بيشاور لرايس كده يقول له العبها لي، العب هاتها بس كده ومالكش دعوه. الواد باسهل من السهوله بيجيب جون. الواد عنده 18 سنه، شخصيه رهيبه الصراحه. بيجيب الجون الخامس والماتش بيخلص. يعني السيتي والله انا مش عارف، انتوا جدولكم صعب وعندكم ريال مدريد في الشامبيونز ليج. انا مش قادر اقول حاجه غير ربنا يعينكم وربنا يسترها على مرموش. والسيتي يعني ما فيش حاجه اقدر اقولها غير ان هم محتاجين وقفه، محتاجين اجتهاد اكتر في الملعب. السيتي زمان كان بيطلع عادي من الضغط، السنه دي مفيش خالص. واللي بيضغط عليك يعني مش النخبه، ده تروسارد وكاي هافرتس. وكان مين والله ما فاكر مين الوينج اليمين حتى. كان مين الوينج اليمين؟ مين الوينج اليمين؟ مارتينيلي. فبس هنشوف مرموش هيقدر يعني يوصل لحاجة مع السيتي، والسيتي نفسها هتقدر تفوق، ولا هيكملوا كده وهيطلعوا من كل البطولات والموسم ده يبقى موسم صفر. نروح لآخر ماتش معانا، تشيلسي ويست هام. تشيلسي يعني الشوط الأول حاجة، والبعد التغييرات، ومش الشوط التاني لا بعد التغييرات حاجة مختلفة تمام. الشوط الأول هما برضو نفس الطريقة، كايسيدو هو اللي بيسقط وإنزو طالع وكوكوريا معرفش ايه اللي بيدخله منطقة الجزاء ويلعبوا له على دماغه. أنا الموضوع ده ما بفهموش. أقصر واحد في الملعب هو تقريبا عشان غير متوقع فبيعملوا كده. يعني كوكوريا كذا مرة بيخش منطقة الجزاء، الكرة بتتعرض له ملهاش لازمة، يعني هو مش هيلحقها، ولو لحقها مش هيبقى الفينش الخيالي اللي انت متخيله يعني. فشوفنا تشيلسي على بدايه الماتش، ريس جيمس بيبدا اللي ما كانش احسن حاجه، مادويكي يعني اللي ما بيلعبش غير قدام وولفرهامبتون، غير كده هو مش موجود يعني. مش عارف هو ليه لحد دلوقتي بيبدا بمادويكي ونيكولاس جاكسون. وكمان فكره ان انت ريس جيمس بتديله دقايق وهو فعلا مش قادر، وبتبان يعني بتبان ان هو الراجل على الدقيقه 60 خلاص بيشطب. وكمان انا بحس تشيلسي عندها مشكلتين. يعني المشكله الاولى طبعا في المهاجم، ان هم ما عندهمش سترايكر يعني محترم، سترايكر صريح يقدر يفنش بسهوله. والناحيه التانية في الدفاع، دفاعهم انا بشوفه نقص خبره كبيره جدا. يعني كل الماتش ده غلطان غلطه غبيه جدا. كل ده عشان قدوس يا دوبك ضغط عليه بس، يعني جري وراه. قدوس يا دوبك شده من ايده، قام هو عامل باص غبي جدا كلفهم الجول الاول. الماتش اللي قبليه قدام السيتي برضو سانشيز بيغلط، الماتش ده ما بدأش اصلا الماتش وتقريبا ما كانش على الدكه. فمحتاجين مدافع كويس ورا يضيف خبره للفرقه، ومهاجم يفنش الفرص السهله اللي بتجيلهم احيانا. الشوط الثاني الوضع بيفضل زي ما هو. الجون حتى اللي جه بقى من البودلة. يعني البودلة لما حصل بقى تغييرات، ريس جيمس خرج نزل جوستو، ومادوكي بيخرج وينزل نيتو، وكمان نيكولاس جاكسون بيخرج وينزل مارك جويه، ده المهاجم الصغير اللي عندهم اللي بيلعب اللي هو هداف الكونفرنس ليج. انكونكو كمان نزل بدل سانشو. من بعد التغييرات الفرقه اتغيرت فعلا. يعني بيدرو نيتو الراجل السهم بيروح على الجون، جاب جون مش حلو لكنه جون فعلا مفيد، جون جه في وقته. الراجل الكره مردوده ما فكرش، ما عادش بقى يرقص. يعني الكره دي لو كانت جت لمادويكي كان وقف عليها وفضل يعمل هوب 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 وشاطها في السماء. انما نيتو فيرست تاتش شوطه حلوه جدا، بيجيب جول التعادل. كمان نزول مالو جوستو ساعد شويه في الدفاع، بحيث ان هو يفضل متمركز ورا شويه، متاخر شويه، عكس ريس جيمس اللي كان بيطير اكتر منه بكتير. وهو باين ان هو لسه محتاج وقت يتأقلم شوية مع الأجواء. انكونكو صراحة ما فيش حاجة أقول عليه، هو يعني زي ما نزل زي ما طلع، هو عادي جدا في الفريق. واضح ان هو خلاص فعلا مش هيبقى ليه دور كبير مع الفرقة وقريب هيمشي. المهاجم الصغير ده مارك جيه لسه شوية بس هو كويس. يعني انا بالنسبة لي ده لو بدأ في الماتشات السهلة دي على حساب نيكولاس جاكسون يبقى احسن بكتير من نيكولاس جاكسون. خصوصا ان نيكولاس جاكسون مش الاضافة اللي انت متخيلها. طالما عندك مهاجم سنه صغير تقدر تأسسه وتقدر تخليه كويس في المواسم الجايه، زي ما تشيلسي اصلا بتخطط للفكره دي. بعد كده تشيلسي بتقدر انها تسجل الجول الثاني، كول بالمر كوره ديفليكشن من وان بيساكا، جول ما بيتحسبلوش اصلا لبالمر، ولكن ان هو ياخد القرار ويشوط ايا كان، هي شوطه او عرضيه. فهو الراجل هو الوحيد اللي بيقدر يمسك الكوره ويعمل حاجه مفيده، هو وبيدرو نيتو. ومع ذلك نيتو مش بيشارك كتير او بيبقى بديل لمادويكي، وبالمر بحسه متحجم شويه مع وجود نيكولاس جاكسون، او يعني مش مستريح، خصوصا ان هو بيحب ياخد الكوره يستلمها ويروح هو لقدام، مش ان هو يفضل مايسترو في الملعب كده يوزع لعب وكده. وبس دي كانت نهايه حلقتنا. متنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب وتابعونا على فيسبوك وعلى تيك توك. سلام.